السلام عليكم. خلصت سنة 2022 وكل سنة وانتم طيبين طبعا. فحبيت أشوف معاكم أحسن وأوحش الأعمال اللي نزلت السنة دي بشكل عام، مش بس في مارفل ودي سي. أفلام مسلسلات وأنيميشن هنقيمهم مع بعض. بس قبل ما نبدأ، لو حابب محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات كتيرة، ياريت تنزل تحت تشرفنا وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض الأحسن والأوحش في 2022. طيب بالنسبة للأنيميشن، في حاجة غريبة أوي بتحصل. تقريبا دي أول سنة ما ينزلش منها أفلام حلوة لبيكسار. تخيل أحسن ناس بتعمل أفلام أنيميشن ممكن تشوفها في حياتك، ما عملوش ولا فيلم عدل. بالعكس، أسوأ أفلام أنيميشن نزلت السنة دي كانت من عندهم. فإيه اللي حصل؟ تقريبا ده اللي بيحصل لما تمشي ورا الأجندة وتنسى اللي أنت كنت عايز تعمل حاجة مهمة. وطبعا بالنسبة لديزني، فهم لسه ماشيين ورا الحركة الرخيصة بتاعتهم، إنهم يعملوا أفلام أنيميشن للايف أكشن، نفس الفيلم بس بجودة أحسن. فمش عارف إيه المفيد في كده، ولكن للأسف الأعمال دي بتجيب إيرادات، فهم هيفضلوا ماشيين على الطريق ده كتير. وخلينا ندخل في أحسن فيلم أنيميشن. مش عارف، مفيش أفلام أنيميشن كتير حلوة نزلت السنة دي. يعني بالنسبة للمسلسلات، ممكن مسلسل أركين، بس مش فاكر منه حاجة دلوقتي. ولكن في فيلم أحب اللي أنا أرشحهولك، هو مش من إنتاج 2022، ولكنه فعلا أحسن فيلم ممكن تتفرج عليه في الأجواء اللي موجودة دلوقتي، وهو فيلم كلوز. ده فيلم بيتكلم يعني عن أجواء رأس السنة بشكل عام، فاتفرج عليه نصيحة مني. ده يعتبر أحسن حاجة أنيميشن ممكن تشوفها من فترة كبيرة، من ساعة مثلا فيلم سول. ولكن ده كان بالنسبة للأنيميشن. وطبعا بالنسبة لدي سي في الأنيميشن، فبرضه يعني غريبة إن دي سي ما نزلتش حاجة هيت السنة دي. بس يعني في جرين لانتر بي وير ماي باور، ده كان حاجة كده من ريحة النيو 52. وفي برضه فيلم سوبر بيتس، وده كان حاجة كده دوين جونسون بيعملها قبل ما يبدأ في الشغل على بلاك آدم. Now, what you're going to see here is why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. طبعا بالنسبة لمسلسلات الأنيميشن في دي سي، فمسلسل هارلي كوين الموسم الثالث بتاعه نزل أو الرابع مش فاكر. ونصيحة ما تتفرجش على المسلسل ده لو انت واحد بتحب باتمان قوي وشايف ان هو قدوة وشخصية ليها هيبة كبيرة زي ما انا وكل الناس شايفينها. بلاش تتفرج على المسلسل ده، لان باتمان هينزل من نظرك جدا. بالنسبة للمسلسلات، يعني مش محتاج أقول إن مسلسل شي هالك كان أسوأ مسلسل كوميك بوك نزل السنة دي، لدرجة إنهم مش هيعملوا له جزء تاني. وبره الكوميك بوك، يعني أكتر مسلسل كنت متحمس له السنة دي ولكنه طلع كارثة، وهو مسلسل رينجز اوف ذا باور. يعني مش عارف ازاي المسلسل ده مشتق من عالم لورد اوف ذا رينج، أكتر سلسلة خدت جوائز أوسكار، تطلع مسلسل كارثة زي ده. يعني انت بتتكلم ان في شخصيتين جوه المسلسل، واحدة عينيها ملونة والتانية تختوخة شوية، والمفروض ان دول فرودو وسام، بس النسخة النسائية بتاعة المسلسل. يعني ليه تعملوا حاجة زي كده؟ وطبعا يعني المسلسل كله عبارة عن شخصيات نسائية وشغل فيمينيست، مع ان العصر بتاع المسلسل ده ما ينفعش يبقى فيه رسائل زي دي. بس كل الشخصيات نسائية. مسلسل سطحي ممل بشكل كبير، هتحس ان انت ضيعت ساعات من عمرك وانت بتتفرج عليه. بناء صفر للشخصيات، مفيش اي شخصية مهمة الا لو كانت نسائية او تبع اجندات تانية. وغير كده تقييمي أكيد هيكون 3/10، والتلاتة دول بيتلخصوا في شخصية قدر. ودي شخصية يعني كويسة نوعا ما، الشخصية الوحيدة اللي تحس إن أنت مهتم بيها. وغير كده يعني المناظر الطبيعية اللي ظهرت في المسلسل ده كانت كويسة جدا، ولكن أكيد ما كانتش كفاية إن هي تعمل لك مسلسل حلو. وطبعا أتمنى إنهم يلغوا الموسم التاني ويدوا حقوق العالم ده لاستديوهات تانية غير أمازون بتعرف تعمل مسلسلات حلوة. ودلوقتي بالنسبة لأفضل مسلسل، وهو هاوس اوف ذا دراجون. بصراحة هاوس اوف ذا دراجون يعتبر عمل تقيل. انت بتحس ان انت بتتفرج على احداث حقيقية، بتشوف صراعات ونزاعات
وشخصيات جديدة اتبنى لها بشكل كويس وعشنا معاها في أكتر من مرحلة. وغير كده يعني المسلسل قدم لك أحداث كتير مهمة. أي نعم هو سابنا متعلقين شوية والنهاية ما كانتش أحسن حاجة، ولكن على الأقل أنت بتتكلم على مسلسل أنت ممكن لو اتناقشت فيه هتلاقي أحداث تتناقش وتختلف عليها وتتكلم فيها، مش مسلسل فاضي زي التاني. فيعني هنا كان في حاجة محترمة بتحصل. وأتمنى إن الموسم الجاي يكون فيه صراعات أكتر أو معارك أكتر بشكل أصح، بحيث إن احنا نشوف ملحمة. احنا المرة دي شفنا تقديمة كويسة، شفنا تاريخ عائلة التايجيريان اللي ما كانتش موجودة بشكل كبير في جيم اوف ثرونز. أقدر أقول إن المسلسل ده أنقذ سمعة عالم جورج آر مارتن ورجعها مرة تانية لهيبتها. وأتمنى إن هو يفضل ماشي بشكل كويس وما يحصلش فيه نهاية كارثية زي اللي حصلت في صراع العروش. بشكل عام الموسم ده ياخد تقييم 8/10. وطبعا متحمس جدا إن أعرف إيه اللي هيحصل في الموسم التاني من بعد النظرة دي. طيب بالنسبة بقى لمسلسلات دي سي، يعني بعد المجزرة اللي حصلت في مسلسلات السي دبليو متبقاش منها غير سوبرمان أند لويس وفلاش المفروض إن هو هيخلص الموسم الجاي. بس بالنسبة لسوبرمان أند لويس فده اللي محتاج يتحسن شوية، لأن الموسم التاني كان يوجع العين بصراحة. المشاهد الختامية فيه كانت كارثة. فكرة الاندماج مع عالم تاني كله مربعات دي فكرة ما تطلعش في مسلسل من كارتون نتورك، فما بالك في مسلسل لسوبرمان. أتمنى إن المسلسل ده يتحسن في المواسم اللي جاية، يعني هو يعتبر الحاجة اللي باقية من عالم الأروفيرس، فأتمنى إن هو يكمل بشكل كويس ونتعلم من أخطاء الموسم التاني. ولكن في الحقيقة هو كان موسم كارثة وتقييمي ليه 5/10. والخمسة دي يعني بنص المسلسل التاني اللي هو الجانب العائلي من حياة سوبرمان واللي بتتقدم بشكل كويس في المسلسل ده. وبالنسبة لمسلسل فلاش الموسم الثامن تحس إن هو عايز يتحسن شوية، ولكن لسه الطابع السلبي موجود، لسه الحاجات السيئة موجودة، ولسه السي جي اي السيء موجود، وأيرس لسه برضو موجودة. فيعني المسلسل مليان عيوب كتيرة، ولكن انت بتتفرج عليه يعني من باب اللي انت خلاص انت جزء من العالم ده وما ينفعش ان انت تسيبه بعد 7 مواسم. فعلى الأقل يعني الموسم التاسع يخلص بشكل كويس وتكون نهاية محترمة لمسلسل كان يعتبر أفضل أعمال دي سي في فترة كبيرة. فأتمنى إنهم ينهوا بشكل كويس. ولكن بالنسبة للموسم الثامن أقدر أقول إن هو ياخد تقييم 6/10، وده كويس بالنسبة للموسم اللي فاتت اللي لو كنت قيمتها كنت في الغالب هديها 1 و2. وطبعا بالنسبة للمسلسلات اللي بره عالم الأروفيرس مسلسل بيس ميكر ده كان أول حاجة أتفرج عليها السنة دي. ويعني مش عشان طبعا المسلسل ده من إخراج جيمس جان فأنا هطلع أمسك فيه وأقول إن هو مسلسل كارثة. أنا بس هقولك على تجربة بسيطة نعملها مع بعض. حاول تجيب أي حلقة في أي وقت وشوف الحوار اللي موجود ما بين الشخصيات عامل إزاي. غالبا هتلاقي جون سينا بيشتم، وده اللي المسلسل اهتم بيه، واللي الكوميديا بتاعته كلها معتمدة على الشتايم والإيحاءات اللي مش مظبوطة. أما بالنسبة للشخصيات الجديدة فيعني شخصية فيجيلانتي كانت كويسة شوية. طبعا بالنسبة للفيلن ده اللي كان محبط جدا، يعني دي تاني مرة نشوف جيمس جان بيمهد بشكل كبير للفيلن وبترسى على حاجة عبيطة زي ستارفيش في فيلم ذا سوسايد سكواد. والمرة دي الفراشات اللي ظهرت، يعني أنا أفضل عند رأيي جيمس جان ما قدمش حاجة جديدة لدي سي. وده على فكرة كان رأيي من قبل ما يمسك العالم السينمائي. يعني كفاية بس مشهد الكاميو اللي حصل في الآخر اللي شفنا فيه كل شخصيات الجاستس ليج ولكن كانوا طالعين بدور كومبارسات. فتخيل معايا الجاستس ليج في مشهد واحد مع جيمس جان كانوا بالشكل ده. فيعني يا خوفي على العالم الجديد هيكون عامل ازاي. وطبعا يعني مش محتاج اقول تقييمي للمسلسل كنت اتكلمت عليه قبل كده، ولكن هديله تقييم 5/10. طبعا دلوقتي هتطلع ناس تقولي ان المسلسل اخد تقييمات عالية على موقع روتن توميتو والجو الروش ده. يعني انا ما بعترفش بروتن توميتو. لو انا معترف بالموقع ده فانا ساعتها هكون مقتنع تماما ان فيلم كابتن مارفل احسن من انترستيلر. فيعني لو انت شايف ان روتن توميتو هو المرجع الاساسي اللي من خلاله بنقيم المسلسلات فربنا يكون في عونك.
طيب بالنسبة للأفلام اللي نزلت السنة دي، بالنسبة للأسوأ فمش محتاج طبعا تفكير، فيلم ماربلس يعتبر أسوأ عمل ممكن تشوفه في حياتك. يعني هو طبعا التفسير الوحيد للفيلم ده إن سوني من بعد ما أفلام سبايدر مان بقت جزء من العالم السينمائي بتاعهم، ما بقوش لاقيين حاجة يعملوها، فبقوا بيحاولوا يعملوا فلوس من أي حاجة تبع عالم سبايدر مان. وده اللي بيحصل زي ما شفنا، فيلم يعتبر هو الأسوأ في تاريخ الكوميك بوك، والأسوأ برضه في تاريخ أفلام الفامباير. لو في أفلام أسوأ من كده فياريت تسيبوها في الكوميك. وغير كده سنة 2022 تعتبر كانت سنة كارثية بالنسبة لأفلام الكوميك بوك. يعني كل الأفلام تقريبا كانت سيئة، والأفلام الكويسة يعني بالعافية كانت أفلام حلوة بس ما ترجعلهاش كتير. فيعني كانت سنة مش تمام أوي بالنسبة لأفلام السوبر هيرو، وممكن دي تكون بداية النهاية لعصر الأبطال الخارقين، ونبدأ نشوف أعمال تانية، لأن باين حتى من شباك التذاكر إن الناس بدأت تروح لأفلام تانية. طيب بالنسبة لأفضل أفلام، بالنسبة لي رأيي الشخصي أفضل أفلام اتفرجت عليها السنة دي كانوا 3 أفلام. تالت فيلم فيهم كان بلوت ترين، تجربة ممتعة بشكل مش طبيعي. الفيلم ده عبارة عن أكشن وكوميديا ومفيش فيه أي لحظة ملل، وممكن يكون ده أحسن فيلم لبراد بيت من فترة كبيرة ما شفنالوش أفلام عدلة. فأيوة الفيلم ده ممتع بشكل مش طبيعي ويستاهل تقييم 8/10. وتاني فيلم معانا كان توب جان مافريك، مع إني ما شفتش الجزء الأول بس حقيقي تجربة فيلم توب جان كانت من أفضل الأفلام اللي شفتها الفترة اللي فاتت. توم كروز أنت ممكن تشوفه مجرد ممثل مجنون بينط من أماكن عالية وخلاص، ودي حقيقة، بس حقيقي الراجل ده فعلا أثبت إن هو بيقدر التجربة السينمائية. الفيلم ده كان بيتصور في فترة كل النجوم الكبار راحوا يعملوا أفلام على منصات، وهو اللي أصر إنه يعمل تجربة كبيرة زي دي. وفعلا الفيلم كان روعة، فيلم مؤثر جدا وجميل في أحداثه ومليان بتفاصيل كتير حلوة. لازم تشوفه لو أنت لسه مشفتوش. تقييمي ليه في الآخر هو 10/10. ودلوقتي مع آخر أفضل فيلم اتفرجت عليه السنة دي، طبعا كلكم عارفينه وهو ذا باتمان. طبعا أنا لسه قايل إن سنة 2022 تعتبر سنة سيئة بالنسبة لأفلام السوبر هيرو، ولكنها كانت سنة مميزة لأن نزل فيها فيلم باتمان، وده حدث محصلش بقاله كتير من أيام ذا دارك نايت. أي نعم أنا لما بعرف كواليس الفيلم ده وإن بين أفليك كان المفروض يكون هو بطل الفيلم وهو المخرج في نفس الوقت بزعل شوية، ولكن مات ريفز في الحقيقة عمل شغل محترم في الفيلم. وبرضه روبرت باتسون متقدرش تنكر إن هو كان باتمان كويس جدا، وكبروس وين يعني لسه بدري، ولكن أعتقد كبداية يعتبر بداية مبشرة جدا لعالم كويس إن هو بدأ، لأن ممكن ده العالم اللي احنا نتابعه الفترة اللي جاية. أفلام ذا باتمان أتوقع إن هي هتكون الحاجة المرضية الوحيدة لدي سي الفترة اللي جاية. فبشكل عام فيلم ذا باتمان كان فيلم ممتع جدا، فيلم مليان بتفاصيل حلوة. بقالنا كتير متفرجناش على فيلم خاص لباتمان زي ما قلت من 2012 من ذا دارك نايت رايسز. فيعني حاجة حلوة لما ينزل فيلم الباتمان ويكون بالمستوى ده. تقييمي للفيلم طبعا 8/10، وأتمنى إن مات ريفز يكمل العالم بتاعه للآخر وما يحصلوش ريبورت هو كمان. وبس كده دي كانت الليستة بتاعتي بالنسبة لأحسن وأوحش الأفلام اللي نزلت في 2022. طبعا يهمنا أسمع رأيكم إيه أكتر الأفلام اللي انتوا شايفينها كانت حلوة وما اتكلمتش عليها في الفيديو ده. أنا عارف إن أنا فايتني أعمال كتيرة أحب إن أنا أسمعها منكم في الكومنت. وكالعادة لو عجبك محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات أكتر ياريت تنزل تشوفنا تحت وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. ما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خير الله في الحلقات اللي جاية. سلام.